هذا السؤال متأكد الطلاب ما رح يعرفوا إجابته؟ الله يخليك، ما بدي ولا طالب يعرف يجاوب عليه. جغرافيا، ارسم خريطة الموزمبيق. علوم، شرح ضفدع. رياضيات، أوجد الجذر التربيعي لإكس بنطليون إكس 730 ألف إكس. فيزياء، زين شو بنعمل بالفيزياء؟ إذا كان لديك لولب حلقي مكون من 36 ألف شريحة معدنية، ماذا يمكن أن نفعل فيها إلكترونيا؟ علل السبب، عرف ما يلي، علل ما يلي، اشرح ما يلي، أجب عن ما يلي. بدي كل شيء ينتهي بما يلي. يعني نسبة الرسوب لازم تتجاوز 90%، 95% بكون ممنونك. راح عن بالي موضوع العربي. اكتب لي موضوع تعبير يتحدث عن ولد خانه أبوه مع أمه وذهب إلى خالته وبكت عمته وذهب خاله إلى المستشفى. وعلل ما يلي. اعرب الجملة التالية. هنا ما هنتك هنت حالك. علل الجملة التالية. شو لابسة؟ اكتب لي موضوع عربي بالإنجليزي. شوف لي الفهرس بنهاية الكتاب، بتصور انه في اسئلة ممكن تطلع منه، يعني هذا الطلاب مستحيل يقربوا. خليك معي شوي. ارمدون شلونك؟ طمني عنك. والله اللي شوي عم بتصل فيك، كأنه التغطية سيئة عندكم بالمريخ. حبيب قلبي، خلي لي إياك. معلم بعد إذنك بدي كم سؤال من الأسئلة الامتحانية عندكم. ايه بعت لي كم سؤال بالفاكس، بدنا نحطهم عنا على كوكب الأرض. والله بكون ممنونك، يعني بدي ما حدا يعرف يجاوب عليهم، عرفت كيف؟ كتير ضروري إنه ما حدا يعرف يجاوب عليهم. ايه بيصير. حبيب قلبي ناطرك، ها بس تجي على الأرض عازمك كاس متة. يلا برجع بحكي أنا وياك حبيب قلبي. يلا باي باي باي. نرجع لحديثنا. معلم ضروري تكون الأسئلة مفزلكة، عرفت كيف؟ يعني أنا بدي سؤال من الشرق سؤال من الغرب، وإذا بندمج سؤالين، سؤال من الشرق والغرب ومنحط معهم سؤال من الشمال، بكون كتير ممنونك، عرفت كيف؟ مع تمنياتي بالتوفيق للجميع.